هو احنا ليه بنصوم في رمضان؟ يعني بنجوع نفسنا ليه؟ هو ربنا عايزنا نتعب؟ ولا في سر كبير ورا الصيام؟ أهلا بيكم يا صحابي، أنا يزن، والنهاردة هنحكي حكاية الصيام في رمضان. زمان من أكتر من 1400 سنة ربنا فرض الصيام على المسلمين في شهر رمضان، وده حصل في السنة الثانية من الهجرة بعد ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. وربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني مش إحنا بس اللي بنصوم، ده في قبلينا كمان كانوا بيصوموا. بس الصيام مش بس إننا ما ناكلش ونشرب، ده بيعلمنا نصبر ونحس بالناس اللي ما عندهاش، ونمسك نفسنا عن الغلط، ويعلمنا نمسك نفسنا عن الغلط ونقرب من ربنا أكتر. وأحلى لحظة في اليوم لما بنستنى الأذان ونحس إننا قدرنا نأمل اليوم كله صيام. الإحساس ده بيبقى جميل قوي ومليان راحة. وبكده خلصت حلقتنا، وما تنسوش تتابعوني عشان كل يوم في قصة جديدة في يوميات يزن في رمضان. مع السلامة.